في الأيام اللي فاتت ظهرت زوجة الفنان أحمد السقا في أحد البرامج، وعرضت لوحة فنية ونسبتها لنفسها رغم إنها مش من أعمالها. وبعد انتشار الفيديو صاحبة اللوحة الحقيقية أكدت إن العمل ده ملكها وإنه تمت سرقته معنويا. وبالفعل زوجة الفنان قدمت اعتذار علني بعد اكتشاف الحقيقة. لكن هل مجرد الاعتذار ده كفاية؟ وهل اللي حصل يعتبر جريمة؟ تعالوا نفهم الكلام ده من منظور قانوني. أولا، يعني إيه حق المؤلف أو الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية بتشمل كل عمل إبداعي أو فني زي اللوحات، الموسيقى، الكتب، التصاميم، الصور وغيرهم. واللي بيعمل العمل ده بيكون له حق أصيل عليه سواء مادي أو معنوي. الحق المادي يعني محدش يقدر يستخدم العمل ده بدون إذنه أو يربح منه. والحق المعنوي يعني محدش ينسبه لنفسه أو يغير فيه بدون إذن صاحب العمل. طب القانون المصري بيقول إيه في الموضوع ده؟ قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بيوضح حقوق المؤلف والعقوبات اللي بتقع على من ينتهكها. القانون بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نسب لنفسه مصنفا أدبيا أو فنيا أو علميا. وبيعاقب كمان بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف. يعني ببساطة كل من نسب عمل فني لنفسه بدون وجه حق، أو حتى ولو بنية غير سيئة أو بدافع الفخر، بيعتبر ارتكب جريمة بيعاقب عليها القانون. والكلام ده مش مجرد خطأ عابر. المهم، احترام حقوق الإبداع مش رفاهية، ده حق قانوني وإنساني وأخلاقي. وكل شخص بيبدع في أي مجال سواء فني أو علمي لازم يحس إن القانون بيحميه من السرقة أو من التعدي على تعبه. اللي حصل كان مثال حي لكنه بيتكرر كتير، والمجتمع محتاج وعي أكبر بحقوق الملكية الفكرية. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.